كلنا عايزين نعرف احنا ازاي بنعمل تغيير مفصل الركبه. نمره واحد، احنا لازم نغير المفهوم. احنا ما بنغيرش مفصل الركبه، احنا بنشيل السطح المتهالك لمفصل الركبه وبنعمل تسطيح لمفصل الركبه. يعني احنا بنشيل السطح المتآكل لمفصل الفخذ وبنشيل السطح المتآكل لمفصل القصبه وبنجيب المفصل الصناعي اللي هو عباره عن زي غطا او تلبيسه ليها زي المنظر ده تلبيسه مفصل الركبه، وده تلبيسه للقصبه. ومن هنا ده شكل المفصل الصناعي. شكل المفصل الصناعي هو عباره عن تركيبه لغطا لمفصل الركبه وغطا للقصبه، وفي النص ما بينهم البولي ايثيلين اللي هو بديل الغضاريف، وبتبقى الحركه زي ما حضراتكم شايفين في منتهى السهوله ومنتهى الاريحيه. ومن هنا احنا بنقدر نقلل مخاوف المرضى بتوعنا ان تغيير مفصل الركبه مش عمليه صعبه، دي بالعكس دي عمليه سهله جدا، وبالتالي نتيجتها بتبقى ممتازه جدا في حاله ان احنا رحنا عملنا عمليه تغيير مفصل الركبه في اسرع وقت ممكن وما سيبناش المفصل انه يتدهور بحيث تبقى العمليه تبقى صعبه.